صباح الخير، ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهارده هي المندي، هنعمله بأبسط طريقة وألذ طعم. بجد المندي ده من الوصفات الخفيفة على القلب، سهل وسريع، موفر في كل حاجة، وقت ومجهود ومواعين، وقف في المطبخ، يعني موفر في كل حاجة. والطعم مش هقول ان هو زي برا، هو احسن من بتاع برا بكتير. كفاية النظافة اللي بيكون فيها. قبل اي حاجة نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو أول مرة تشوفوني، دي قناتي لولو أيمن. ياريت تعملوا لي لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. معايا معلقة من البابريكا، معلقة من الملح، مكعب مرقة، معلقة من الكركم، ومعلقة من الفلفل الأسود، ومعلقة من بودرة الزعفران. ورقة لورا هحط عليهم معلقة زيت، قلبهم كويس. لو عندك الزعفران اللي هو الشعر ده، ممكن تبلوه في ربع كوباية مية وتستخدموه. لو ما عندكوش استخدموا بودرة الزعفران زي ما انا مستخدماها كده. الفرخة دي انا نقعاها كويس جدا في محلول النقع ومغسلاها كويس جدا. هبدأ ان انا اتبلها بالتتبيلة دي. محلول النقع اللي انا نقعتها فيه عبارة عن معلقة من الدقيق وليمون وشوية من السكر وشوية من الملح. سبتها كده حوالي ساعة، وبعدين شطفتها وغسلتها كويس وهستخدمها. لازم تنقعوا الفراخ قبل ما تستخدموها علشان ما يبقاش فيها اي زفارة خالص. هنسيبها في التتبيلة دي حوالي ربع ساعة لحد ما نجهز المكونات اللي احنا هنستخدمها في وصفة النهاردة. هنستخدم اساسي معاها صوص الدقوس ده مع المشويات او الرز البسمتي عموما. عندي طماطم متقشرة يعني منزوعة من الجلد، وطبعا احنا مش هنرمي القشرة. اقول لكم هنعمل بيه ايه. نص قرن من الفلفل الاحمر، 3 أو 4 فصوص توم، عدام من الكزبرة او البقدونس المتوفر عندكم. هنضربهم كويس قوي في الكبة، بس ضرب متقطع علشان ما تبقاش صيصة، يعني يبقى فيها قطع شوية. هحط عليها البهارات، نص معلقة من الملح، نص معلقة من الكمون، نص معلقة من الفلفل الأسود، نص معلقة من الكزبرة، ونص معلقة من البابريكا. هبدأ ان انا احط البهارات عليها، اعصر عليها ليمون، احط عليها معلقة من الزيت ومعلقة من الخل وسنة صغيرة خالص من المية، يعني معلقة مية صغيرة كده. كده صوص الدقوس جاهز، تقدروا تاكلوا احلى صوص دقوس. هحط عليه في الاخر نص معلقة من الشطة، ده اختياري، ممكن تستخدموه ممكن لا، بس بيفرق جدا في الطعم، بيديه سنة سبايسي كده زي بره بالظبط. طبعا القشر بتاع الطماطم احنا مش هنرميه، هنعمل بيه وردات كده نزين بيه الطبق في الاخر. تحفة جدا، اللهم بارك، روعة. ممكن تستخدموا الرز المندي، بس انا ما كانش متوفر عندي فانا استخدمت الرز البسمتي. حطيت عليه نص معلقة من الملح ونص معلقة من الكركم ومكعب مرقة. طبعا ليمون مجفف، ورق لورا، وعود من القرفة. حطيت عليه معلقتين من الزيت، واحط كوبايتين من الرز البسمتي، احط عليهم 4 كوبايات من المية، لان انا ما نقعتش الرز البسمتي خالص، انا غسلته بس. لكل رز بسمتي كوبايتين مية. احط ورقتين من الفويل عشان بس الفرخة ما تقعش. اخرمها كده باي سكينة عندكم. تخرموا الورقتين الفويل كده، تحط عليهم الفرخة، وتضيفوا كمان عليه الصوص اللي بيتبقى من الفرخة في الطبق كده، حطوه على الفرخة من فوق. الصوص ده بينزل على الرز، وطبعا يعني البهارات بتاعت الفرخة وصوص اللي بينزل من الفرخة نفسه بينزل على الرز، فبيودي الرز في حتة تانية خالص. طعم الرز بيبقى خطير بجد. الفرن يبقى متسخن من قبلها بحوالي 10 دقايق. هنحط الفرخة في أرضية الفرن أول تلت ساعة، وبعد كده هنرفعها في الرف الأوسط ونحط تحتها صينية من المية عشان البخار بتاع المية يطلع يسوي الرز ويسوي الفرخة كمان. ادهنها هنا معلقة من الكاتشب أو معلقة من الصلصة عادي، وادخلها على الشواية تاخد لون. بتاخد ساعة بالظبط في الفرن وبتبقى جاهزة. يبقى احنا هنا استخدمنا فرخة وزنها مش كبير، حوالي كيلو ونص، كيلو ربع أو كيلو ونص بالكتير، عشان بس تستوي. بنحطها الأول في قاع الصينية، في قاع الفرن، الأرضية بتاعة الفرن أول تلت ساعة، وبعد كده بنرفعها على الشبكة في الرف الأوسط وبنحط تحتها صينية من المية. الفرن يبقى على درجة حرارة 200، ولازم يبقى سخن قبلها. طبعا الرز فلفل قوي جميل، مش معجن خالص،
من أحلى وأسهل الوصفات اللي ممكن تعملوها. وصفة سهلة وخفيفة على القلب، تنفع في العزومات جدا، تنفع لو انتي مستعجلة، لو مش قادرة تطبخيه سهلة جدا. الرز طالع مفلفل تحفة تحفة بجد. ياريت لو عجبتكم الوصفة تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.